السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلاب جامعة عين شمس، أهلا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة شرح الموقع الإلكتروني للمنظومة الذكية للجامعة UMS. جهز باقي فنجان القهوة وتعال معنا. نبدأ بسم الله. نبدأ بمشكلة الساعة، وهي استكمال البيانات، وهي الشاشة التي عند دخولك إلى الموقع في الفترة الأخيرة. لا تقلق، الموضوع بسيط جدا. أولاً، تحتاج لوجود شهادة ميلاد الأب والأم تكون معك عشان تستكمل البيانات بكل سهولة. أولاً، ستختار الكلية، ثم تكتب رقمك القومي، ثم الرقم السري الخاص بك، وتضغط تسجيل الدخول. ستظهر لك الشاشة التالية، وهي موضوع الحلقة. تعال بقى نبدأ الخطوات بالترتيب. كتابة الاسم على أن يكون مطابقاً لما هو موجود ببطاقة الرقم القومي بالكامل، إذا كان هناك اسم شهرة تقوم بكتابته. أما في حالة عدم وجود اسم شهرة، اكتب بدون. كتابة المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه قبل التحاقك بالكلية، ثم تاريخ الحصول على المؤهل، ويجب أن تبدأ بكتابة الشهر أولاً، ثم اليوم، ثم السنة. كتابة الوظيفة الحالية، وهي على سبيل المثال طالب بكلية التجارة، كتابة عنوان السكن الحالي، ثم كتابة العنوان السابق، وممكن تكتب نفس العنوان، مفيش مشكلة. محل الميلاد تقوم باختيار مكان الميلاد، ثم كتابة تاريخ الميلاد، ويجب أن تبدأ بكتابة الشهر أولاً، ثم اليوم، ثم السنة. اختيار الديانة والحالة الاجتماعية، وكتابة رقم التليفون، وهكذا. تم استكمال الجزء الأول من البيانات. نأتي إلى الجزء الثاني، وهو الخاص ببيانات الأب. كتابة الاسم على أن يكون مطابقاً لما هو موجود ببطاقة الرقم القومي للأب، وبنفس الطريقة السابقة استكمال بيانات الوالد. نأتي إلى الجزء الثالث، وهو الخاص ببيانات الأم. كتابة الاسم على أن يكون مطابقاً لما هو موجود ببطاقة الرقم القومي للأم، وبنفس الطريقة السابقة استكمال بيانات الوالدة. نأتي إلى الجزء الرابع، وهنا ستحتاج شهادة ميلاد الأب، وهو الجزء الخاص ببيانات جد الأب. كتابة الاسم على أن يكون مطابقاً لما هو موجود بشهادة ميلاد الأب، وبنفس الطريقة السابقة استكمال بيانات جد الوالد. نأتي إلى الجزء الخامس، وهنا ستحتاج شهادة ميلاد الأم، وهو الجزء الخاص ببيانات جد الأم. كتابة الاسم على أن يكون مطابقاً لما هو موجود بشهادة ميلاد الأم، وبنفس الطريقة السابقة استكمال بيانات جد الوالدة. نأتي إلى الجزء السادس، وهو الخاص ببيانات الأشقاء، وهنا ستحتاج شهادة الميلاد الخاص بهم واستكمال البيانات بنفس الطريقة السابقة. نأتي إلى الجزء السابع، وهو الخاص ببيانات الزوج أو الزوجة في حالة الطلاب المتزوجين، وهنا ستحتاج إلى المستندات الخاصة بذلك واستكمال البيانات بنفس الطريقة السابقة، وفي الأخير تضغط تسجيل، وبالتالي تكون قد انهيت المطلوب وتستطيع الآن الدخول إلى حسابك بكل سهولة.